عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. احنا النهاردة يوم من ايام رمضان، ان شاء الله في ناس بقى هيجيبوا التوم، فيا ريت تجيبوه هو لسه اخضر كده، وهعرفك ازاي ما تهدريش منه اي حاجة، حتى القشر بتاعه. بصوا دون بأمر الله هنعمله بودرة التوم. تمام، ابيض اهو زي الفل، مباخدش اللي بره خالص. تمام اهو، ده كل دون هروح حطاه في صينيه او صينيتين، وهدخله بقى في الفرن واسيبه لغايه ما ينشف خالص. بعد كده هخلطه، هطحنه في المطحنه، فهيبقى معايا بودره الثوم. تمام اهو، ده بالنسبه للقشر اهو الثوم. طبعا انا هدقه، مش هعمله في المطحنة ولا اي في الخلاط. انا هدوقه كده على ايدي بالملح في الهون. تمام، طبعا انا جبت 5 كيلو بس، وكيلو منه ب20 جنيه. انا عبال ما انزل واجيب تاني اهو. تمام، ودون بقى اللي هو الاخضر بتاعه برضو مش هيترمي، كل ده هيتدق بأمر الله وهيتعمل للسمك. ماشي، هفتحه كده، وطبعا هحط له برضو ملح وهدقه، هتبقى مع خلطة السمك، يعني مش هرمي منه حاجة، وانت كمان مش هترمي منه حاجة. تمام، اللي هو العروش بتاعته، بس مش هاخد يعني كله، يعني مش هاخده هو من هنا بس كده، من هنا بنضفه طبعا زي كده كده. تمام، واروح بقى مقطعه كده صغير، وده اللي هيدق لخلطة السمك او الدقة بتاعت السمك، ودون اللي هيتقشر من فوق كده مش هيترمي، واللي هنعمل منه البودرة بتاعت التوم. طبعا مش عارفة ان انا اقشرها عشان انا ماسكة التليفون بايد مثلا كده. يعني انت لما تجيبيه اخضر انت اللي هتبقي الافادة ليكي، انت احسن ما تسيبيه ينشف او تجيبيه هو ناشف. لما تجيبيه اخضر هتستفادي من كل حاجة فيه. يعني دون هيتعمل البودرة، بصوا ما شاء الله، وتخينة، يعني هيبقى بودرة ممكن تستخدميها في الاكل عادي، مش في العجاين بس او الحاجات دي. تمام اهي، يعني ما عندكيش بقى توم تجيبي البودر بتاعه، بس هيبقى محمل، هيبقى تخين ومحمل، فاهماني؟ يعني مش هتهدري منه اي حاجة ابدا، فهاتيه وهو كده احسن. هو ب20 جنيه بس، اللي هو الناشف اغلى من كده، الناشف اغلى من كده بكتير. فانت لما تجيبيه وهو طري كده هتستفادي منه بكل حاجة فيه. العروش بتاعته دي هتتعمل مع السمك، طبعا هتتدق اهي، بصوا هتتدق بقى مع الملح ومع الكمون ومع الفلفل الاخضر، هتعملي بيها الدقة بتاعت السمك. بص طرية برضو من جوه زي الفل، دي بس اللي هي الناشفة بتاعتها. كل ده هيتدق، هيبقى زي الفل مع شوية ملح. ولما تيجي بقى تستخدميه وتحطي طبعا الكمون وتحطي الفلفل الأخضر، مش هيتفرق عن الثوم خالص يعني. ده هتبقى بالنسبة للدقة بتاعت السمك بالأخضر دوت.
ودي ان شاء الله هتبقى التوم البودر بتاع التوم برضو هنشفه وهحطه في الفرن كده لما ينشف خالص. لما ينشف خالص هحطه في المطحنة وهوريكم شكله. انا كان عندي كام واحدة كده وعملتهم لسه قريب من كام يوم كده، هوريها لكم دلوقتي حالا. ده انا كنت عامله له راسين توم كانوا برضو طريين معايا كده. خدت القشره اللي هي الخارجيه بتاعته دي ورحت عاملاها حتى على حطيت الصاجه الصاجه بتاعه الرز اللي بتحط عليها الحله بتاعه الرز وطبق كده ألمونيا، ورحت حاطه فيه القشر اللي انتوا شايفينه دون. وبعد ما برد تماما رحت عاملاه في الخلاط. ما شاء الله ريحته تمام، ريحته جميله جدا. تمام. بصوا عامل ازاي ما شاء الله، وانتي عاملاه طبعا في البيت عندك، يعني حاجه نضيفه انتي اللي عاملاها بايدك. تمام اهو من اتنين بس راسين بس. ما شاء الله بقى دول هيعملوا شويه حلوين بأمر الله. تمام. يبقى انتي ما هدرتيش حاجه لو فتحته، عشان انا حاطاه في الكيس علشان يحتفظ بالريحه بتاعته لغايه ما شكله بقى بطرمان. هحط كل ده بطرمان واحد واقفل عليه كويس اهو. ان شاء الله في يوم بقى نعمل البودره بتاعت البصل، عشان بقى لو مفيش بصل ولا توم عندك تلاقي البديل بتاعه. ما هو ده يبقى البديل بتاعه لو ما عندكش بصل او توم. ان شاء الله بقى هكمل بقيه الكميه كلها اللي عندي وهقشر كام راس التوم التانيين ونشوف هنعمل ايه تاني. هدقهم بقى طبعا، هدقهم انا مش هحطهم في الكبه، انا هدقهم بحب ادق كده على ايدي. طبعا احط لها ملح وبتاع وادقهم ونحطهم بقى في بطرمان او احطهم على كيس واعملهم مكعبات كده علشان اسحب مكعب مكعب في الاخر بقى ان شاء الله نشوف هنعمل ايه. شوف الفرن زي ما احنا شايفين كده نشفته قوي ماشي، وهنضربه هطحنه في المطحنة. تمام. حبايبي كده انا عملت الكمية اللي انا عملتها، انا ما كملتهاش بس لسه عايزة صبر شوية. فانا خلصت الكمية نص الكمية اللي عندي. تمام كده قشرته ودقيته. وهنا الاخضر بتاعه اللي انا هعمله للسمك اهو. يعني مش اندتك يعني فكرة انتي مش هتهدري حاجة من راس الثوم ابدا. ودي البودرة من القشر اهو. بس للأسف يعني اتحمص شوية كده على النار. المفروض كنت سبته فاتح شوية زي دون، انا برضو اللي كنت عامله. تمام. يبقى كده دي طريقة بقى تخزيني للثوم عندي، ما بهدرش منه اي حاجة. ان كان على الاخضر منه بعمله للسمك، والابيض اللي هو دون بعمله طبعا للطبيخ عادي، وللقشر بعمله البودر زي ما احنا شايفين. تمام. ايه رايكم بقى؟ بقيته بقى ايه لو انا قاعده كده ممكن اتسلى فيه، زهقت بقى شويه اقعد بتاع. فانا الكميه اللي انا عملتها دي ولسه هعمل تاني بامر الله. بس حبيت اعرفكم ازاي انا بستخدم الثوم، ما بهدرش منه اي حاجه ابدا. تمام. الاول زمان كنت برمي منه كل حاجه، برمي الاخضر دون وبرمي القشر بتاعه. لكن طبعا لما عرفت معلومة القشر بيتعمل منه البودر ابتديت ان انا اعمل استفاد وافيد نفسي. تمام. مش عيب الواحد يتعلم ويعمل. ايه رأيكم بقى؟ ده التوم الكمية صغيرة، لكن بأمر الله لسه هقعد بقى اعمل كمية تانية. دول كانوا 5 كيلو بس ما كملتهاش كلها برضو، منها دي ومنها حوالي كام راس تاني كده زيهم. لاحظوا ان هو اخضر خالص يعني وازن جامد يعني. تمام. ما تنسونيش بقى من اللايك ومن الكومنت والشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.
طبعا انا بحط له على الوش زيت علشان لما اجي اخد منه بالمعلقه مثلا كده ما تبقاش مجمده. الزيت بيديله يعني لما تيجي تاخدي منه بالمعلقه بيسمح لك ان انت تاخدي معلقه بحالها يعني كده. انما لو مش حاطه زيت هتلاقيه جامد معاكي، هتقعدي تكسري فيه وبتاع. ممكن تخزنيه بطريقه تانية ان انت تحطيه في كيس وتروحي عاملاه مربعات وتاخدي مكعبات منه. سلام بقى وما تنسونيش. سلام.